بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة ان شاء الله الفيديو بتاعي مختلف شوية عن كل الفيديوهات اللي انا بنزلها لكم. النهاردة هعمل روتين، بس الروتين بتاعي النهاردة هيبقى في بيت امي الله يرحمها. ولو الفيديو ده عجبكم او سلسلة التنظيفات اللي انا هعملها او التجديدات اللي انا هعملها في بيت امي بالنظام ده هتعجبكم، اكتبولي في التعليقات وان شاء الله انا اي حاجة هعملها هناك وهبدأ اصور لكم هناك باذن الله، وانا بنظف البيت وانا بعمل روتينات وانا يعني بجدد في حاجات هناك. بس طبعا لو الفيديو عجبكم اكتبولي في الكومنتات عشان اعرف واعمل لكم فيديوهات جديدة من النوع ده. طبعا اول حاجة النهاردة، اول حاجة هعملها في الفيديوهات دي زي ما انتوا شايفين كده انا بنضف البلكونة بتاعة الدور الارضي. طبعا هو البيت على الطريق، فعاوزة اقول لكم انه منظر الترابة فظيع والدنيا متبهدلة جدا. يعني ترابة فظيعة فظيعة، انتوا شايفين طبعا منظر. مش عاوزة اقول لكم ان انا كنست كام مرة وجبت الخرطوم وشلت المية تقريبا 3 او 4 مرات عشان اقدر انضفها. وعاوزة اقول لكم ان يومين 2 بالظبط وبترجع الحال كما هو عليه، يعني زي ما انتوا شايفين كده، ده كمان يومين وترجع تاني. طبعا هو عاوز كل شوية، البيت بيبقى محتاج دايما طول الوقت يعني حد ينظف وكده، بس ما فيش حد، انا فين وفين عبال لما بروح وكده، فما فيش حد بيعمل يعني. فانا كل ما بروح بعمل الروتين اللي انتوا شايفينه ده. اول حاجه كده طبعا انا جبت الفرشه وبدات انضف في الحديد اللي انتوا شايفينه ده. طبعا تنظيفه صعب قوي، وهي بصراحه البلكونه تنظيفها صعب جدا لان هي كلها فتحات واشكال ومش عارفه ايه، فتنظيفها صعب يعني. زي ما انتوا شايفين كده، هبدأ انضف كل حاجة فيها، وهجيب بعد كده بقى الخرطوم وسيقها معاكم. طبعا دي البيبان بتاعة المدخل بتاع البيت، هي المفروض ان انا كنت غسلتها بالخرطوم، بس طبعا لان البيبان دي خشب مش هينفع اغسلها بالخرطوم، لان مع الغسيل الخشب بيشقق وبيبوظ. يعني انا كل ما باجي مش معقول يعني كل ما اجي انضفها اغسلها بالخرطوم، فانا قلت انضفها بالفرشة كده واشيل التراب اللي عليها وخلاص. ويعني بين كل فترة وفترة ابقى اغسلها بالخرطوم، يعني لان طبعا انتوا عارفين ان الخشب بيبوظ من الخرطوم. وده الباب السلك برضو مشكلة، ان انا برضو حتى لو غسلته برضو بالخرطوم السلك بيصدي وبيبوظ وبيدوب مع الوقت. فخلينا ايه في تنظيف، ننضف بس بالفرشة كده ونشيل التراب اللي عليه ونغسل الايه الحيطان والارضيات والحاجات دي، وبلاش البيبان اللي هتبوظ او هتبهدل مننا مع الوقت. زي ما انتوا شايفين طبعا انا في اليوم ده اتبهدلت جدا وقعدت يوم طويل. هقول لكم في الاخر ان انا صورت اصلا التصوير بتاعي في الاخر في الضلمه، يعني انا قعدت للمغرب انضف فيها، تاخد مني وقت طويل جدا. هي اكتر حاجه بصراحه، لان طبعا انتوا هتشوفوا المنظر دلوقتي، هي على الطريق ومنها للشارع، فبتبقى التراب كتير ومفيش حد ايديه فيها، فبالتالي بتبوظ بسرعه. طبعا ده الشباك ده برضو في قلب البلكونه. عاوزه اقول لكم ان احنا عندنا بنقول على البلكونه، او عندنا يعني عموما في الارياف بيقولوا عليها برندة، ما بنقولش عليها بلكونه. البلكونه دي بنقول عليها لما بتكونوا في الدور العلوي او الدور الثاني او الثالث او كده، فبنقول عليها بلكونه، لكن هنا بيقولوا عليها برندة او بلكونه على حسب يعني. طبعا زي ما انتم شايفين منظر التراب فظيع فظيع. همشي بقى طبعا كله عليه بالفرشه لان هو صعب شويه، تنظيفه صعب شويه. طبعا عاوزه اقول لكم ان البيت ده يعني ما كانش فيه ذرة مستحيل طبعا يوصل للمرحلة اللي هو مستحيل يوصل للمرحلة دي. كان طول الوقت بيلمع، طول الوقت البيت نظيف، طول الوقت البيت متسيق طول الوقت، بس يعني الحمد لله على كل حال. عاوزة اقول لكم انه من اكبر مصايب الدنيا، اكبر مصايب في الدنيا فعلا موت الام. دي اكبر والله العظيم اكبر مصيبة. الواحد ما بيفوقش منها ابدا على مر السنين للاسف. آه أصعب الحاجات اللي الواحد بيعيشها هو موت الأم. الحمد لله على كل حال، ربنا يرحمها. يعني الواحد يعني الواحد بيقعد يعمل اللي عليه وينظف ويعمل ومش عارف هو يعني ايه في الآخر. يعني عايزة أقول لكم إن تقريبا البيت بيموت مع أصحابه. وده اللي حاصل والله في البيت، كأن البيت ميت مع أصحابه. الحمد لله. المهم زي ما انتوا شايفين كده، انا طبعا هبدأ اكنس اللي في الارض. شايفين منظر التراب اللي في الارض عامل يعني حاجة. عاوزة اقول لكم انه احنا يعني هي كانت حاطة في البلكونة الكنب ده، اسمه كنب بلدي.
غالبا يعني عندنا كله بيحطه، بيبقى مريح في القعدة واحسن، لان طبعا لو احنا جاي حاطين كنب انتريه او صالون ما ينفعش خالص مع التراب ده، ما ينفعش خالص. يتبهدل ويبوظ، وكل شويه بيبقى عايز غسيل، وما ينفعش خالص بصراحه في الاماكن اللي زي دي. لان انتوا طبعا شايفين كميه التراب اللي طالعه من البلكونه، وده كله بيبقى على الفرش، كميه التراب اللي على الفرش، فما تنفعش. طبعا هنا انا نزلت لغايه السلالم، شايفين التراب، شايفين كميه التراب وورق بقى وعشان في زرع وكده، فالزرع بيوقع بيسقط. حاليا احنا في الخريف، او في يعني في بيجي استغفر الله العظيم يا رب، الزرع في الخريف بينزل طبعا اوراقه، ولو في ورد وفي حاجات من دي بتنزل، فطبعا لان هي فوق فوق البلكونه، فبيسقط على على السلالم. طبعا دي البوابه اللي بره. انا طبعا بشيل التراب اللي عليها، بس انا هغسلها دلوقتي، وعملت غلطه دلوقتي طبعا مش عاوزه اقول لكم كانت هتودينا في داهيه. هنا انا بسقي الزرع ده، زرع فيه زرع الجهة جهادي من على السلم، وفي زرع الجهة التانية من على السلم. فانا طبعا بسقيه وبغسله زي ما انتوا شايفين. الزرع طبعا بينتعش كده، لما بنحط عليه ميه او بنغسله بالميه، فالزرع بينتعش معانا كده وبيبقى شكله جميل. وطبعا هو برضو ما ترواش من زمان او ما سقاش من زمان، فانا سقيته. طبعا بدأت هنا اغسل الشجرة دي يا جماعة، على فكرة هي فوق البلكونة، فوق البوابة اللي تحت يعني، فاهمين؟ هي جاية من اليمين لما للشمال فوق، احنا بنعدي بندخل البلكونة او بندخل مدخل البيت من تحتيها، بس احنا عاملين لها حاجة كده نعدي من عليها. طبعا زي ما انتم شايفين كده انا بغسل البوابه، وعاوزه اقول لكم ان في هنا فانوسين كهرباء. هنا في فانوس كهرباء الجهادي، وفي فانوس كهرباء الجهادي، وانا طبعا غسلت بالخرطوم ونسيت خالص، وكنا هنروح في داهيه، لان انا عملت العمله دي مره قبل كده، وللاسف عمل قفله في البيت وعملت مصايب يعني، ونسيت برضو المره دي، لكن الحمد لله ربنا سترها يعني. طبعا انتوا شايفين منظر الميه وهي بتنزل على على البتاع ده، مش عارفه بيسموه بيسموه برامق باين او حاجه، تقريبا برامق او حاجه زي كده. فبغسلها كده قدامكم، لان طبعا لونها ابيض فبتلم تراب، بتبقى شكلها فظيع. بس اول ما بحط عليها، اول يعني قبل ما احط عليها الميه وبغسلها بالخرطوم، بتنضف وتبقى زي الفل، مفيش فيها اي مشكله. طبعا هبدا بقى اغسل الارضيه بالمقشه كده زي ما انتم شايفين، او بالمكنسه. لازم ادعك الارض، لان طبعا الارض شاربه تراب فظيع. هو سيراميك بينضف بسرعه وكل حاجه، لكن برضو عشان لو في اي حاجة في الارض مثلا تطلع معايا بسهولة. وبعدين المقشة بتخلي او المكنسة بتخلي الارض بصراحة تلمع. طبعا دي كانت لا دي كانت تاني غسلة ليا، دي كانت تاني غسلة للارض ليا. انا كنت شلت المية ورجعت حطيت المية دي تاني. طبعا بنزل المية كلها من على السلم عشان هرجع اشغل الخرطوم واضيف ميه تانية. انا بشيل طبعا الميه الوسخه دي كلها بنزلها، الميه دي كلها مش نظيفه زي ما انتم شايفين، هنزلها تحت في الشارع. زي ما قلت لكم البيت على الشارع، وده الدور الاولاني او الدور الارضي. فطبعا اهي كل الطينه بقى وكل الحوسه دي هنزلها كلها. وجيت هنا بقى ايه، اشتغلت تاني بالخرطوم اهو. هبدأ انزل برضو كل المية او كل الترابة وكل الحاجات اللي مش نظيفة دي هنزلها. هغرق بقى الدنيا وابدأ اشدها بقى، وبعدين ارجع بقى انشفها في الاخر بقى. بس هي بتنشف بسرعة برضو عشان هي منها للهوا، فما بتقعد يعني ما بتبقاش محتاجة تنشيف قوي. يعني ما بتبقاش محتاجة انها تتنشف قوي يعني. عاوزة اقول لكم ان انا قعدت اليوم كله ان انا بعمل في البلكونه اليوم كله. انا هنا كنت خلاص، كنت تقريبا اخر حاجه بقى هجيب ايه، اللي هي المساحه القماش دي، وهبدا انشف بيها الارضيه، بس هجيب معاها ميه وابدا برضو انشف الارضيه اخر حاجه. طبعا اليوم خلاص زي ما انتم شايفين الجو ليل عليا وبقيت اخر اليوم يعني اليوم كله. بس طبعا شوفوا المنظر بعد انا ما خلصت، طبعا منظر جميل. كنت اتمنى طبعا ان هو كان يبقى بالنهار، كان هيبقى المنظر اجمل بكتير. بس للاسف طبعا انا اتاخرت، خدت وقت طويل قوي قوي، لان كان الزرع عاوز يتروى وعايز يتغسل، والبلكونه عايزه ميه كتير. فالحمد لله. اتمنى الفيديو يعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.